طيب يا جدعان، في خلال فيديو النهارده احنا هنحلل الاعلان الرسمي لفيلم ذا مارفلز بدون اي تنمر، بدون اي مشاكل. انا عايز بس اقول كلمتين قبل بدايه الفيديو. رايي في الاعلان انا هقوله في اخر الفيديو عشان ما فيش اي حد يقول لي اصل انت ظالمه واصل انت بتتكلم بطريقه مش حلوه. اذا كنت انا قلت على حاجه مش حلوه وهي ممكن تكون عاجباك، فانا قلت كده عشان التفاصيل اللي انا فسرتها جوه التحليل. وقبل بدايه الفيديو انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل فيديوهات جديده اول باول، وحط لايك على الفيديو وابقى اكتب لي احسن كومنت عندك، ويلا ندخل في الموضوع. في البداية الإعلان معانا بيبدأ بسفينة، ودي على حسب الكوميكس هي أشبه بسفينة اسمها ذا بيك، وعلى حسب الكوميكس كانت وظيفتها إن هي تراقب حركة الأرض والنشاط بتاعها. والكود اللي أنت بتشوفه ظاهر تحت على الشمال هو نفس الكود اللي ظهر برضه جوه فيلم كابتن مارفل. وبنلاحظ برضه على الشمال في حاجة على شكل سداسي واللي هي عاملة زي الجامب بوينت، واللي هي برضه كانت موجودة في خلال أفلام الجارديانز. بالنسبة لظهور نيك فيوري فده أغبى قرار أنا شفته في حياتي إن شركة مارفل تعمله، لأن هنا هم خلوه إن هو يظهر وهو موجود في الفضاء، فأنت كده عرفت إنه ده نيك فيوري اللي كان موجود ساعة فيلم سبايدر مان فار فروم هوم اللي هو كان مستخبي في الفضاء. ومن الناحية التانية انت كده عرفت ان نهاية مسلسل سيكريت انفيجن هتكون ان هو نيك فيوري هيرجع تاني برضه للفضاء، مع ان بالعقل برضه المفروض ان هم كانوا يتفادوا الحركه دي بان هم يخلوا مشاهد نيك فيوري هي المشاهد اللي كانت موجوده في الارض بس عشان المسلسل ما يتحرقش على الناس. ولكن دي قمه الغباء اللي انا شفتها. ولكن المهم دلوقتي عشان تكون فاهم، مونيكا رامبو لما هي بتظهر برضه بعد شويه ده بيبقى تكمله للاحداث بتاعت مسلسل وان ديفيجن، لما احنا شفنا ان هو في سكرول قالت لها ان هي هتطلع فوق لنيك فيوري، وبنشوفها ان هي بتظهر ولابسه بدله فضاء. والغريب في بدله الفضاء اللي هي لابساها ان هي البدله دي ما فيهاش سلك او ما فيهاش حبل، مع ان المتعارف عليه ان هي بدل رواد الفضاء اللي هي بتبقى موجوده فوق المفروض ان هي بتبقى مربوطه بالسفينه. وده شيء بديهي جدا عشان فوق في الفضاء مفيش ولا هواء ولا في جاذبيه، فلو في واحد خرج من السفينه ممكن ان هو يتوه ومفيش اي حد يلحق ان هو يجيبه. ولكن ملناش دعوه، ممكن يكون ده عشان يبين لك ان هي سوبر هيرو جامده فشخ والكلام ده. بس المهم اللي بعديه بنشوف ان هي بتروح في مكان اشبه بمجال طاقه، ده برضه بيبقى على شكل سداسي على حسب الشكل اللي بيبقى موجود قدامنا، والتكمله بتاعته برضه اللي هي بتبقى موجوده على اليمين تحت. ونلاحظ برضه ان هي لما بتيجي عشان تمسك المجال ده بنلاقي ان هي ايديها بتتغير من البدله اللي هي لابساها. بمعنى ادق عشان تبقى فاهم المشهد، هي ايديها بتخرج من البدله اللي هي لابساها، والبدله اللي انت بتشوفها دي اللي هي في دراعها لونها برتقاني واسود هي دي نفس البدله اللي بتظهر برضه بعد شويه، فدي بدله هي لابساها تحت البدله بتاعه الفضاء. وبنلاحظ برضه ان هو حوالين ايديها في مجال طاقه كده غريب، وبنشوفها سريعا ان هي بتسحب قوه من المجال ده، وبعد كده بيتم تبديلها بشخصيه تانية واللي هي بتبقى الشخصيه بتاعت كمالا خان او ميس مارفل، واللي هي اول ما بتشوف نيك فيوري بتبقى متفاجئه بوجوده. بنلاحظ برضو نفس الوقت اللي هي بتبقى موجوده فيه ميس مارفل قدام نيك فيوري بتبقى مونيكا رامبو في نفس المكان اللي كانت موجوده فيه كارون دينفرز او كابتن مارفل. وايوه هي الفكره بتاعت الفيلم كده بالظبط، ميس مارفل ممكن تبدل مع مونيكا رامبو او ممكن تبدل مع كابتن مارفل، وكابتن مارفل ممكن تبدل مع مونيكا رامبو او ميس مارفل، وكذلك برضو مونيكا ممكن تبدل مع ميس مارفل او كابتن مارفل. يعني من الاخر الحوار ملوش علاقة ان هي ميس مارفل وكابتن مارفل الاتنين دول بس اللي هيحولوا مكان بعض، ولكن التلاتة ممكن ينتقلوا في نفس الاماكن اللي هم كانوا موجودين فيها. والصراحة بامانة كده ما اكذبش عليكم، وممكن تكون هي دي الحاجة الوحيدة الكويسة اللي شركة مارفل عملتها. وبنلاحظ برضو سريعا ورا نيك فيوري في السفينة بتاعته بنلاقي الجهاز اللي هو ظهر ساعة فيلم انفينيتي وور وساعة فيلم كابتن مارفل، واللي هو نفس الجهاز اللي كابتن مارفل اديته لنيك فيوري عشان كل ما تحصل مشكلة هو يتصل بيها. وبنشوف ان مونيكا رامبو بتشوف شوية شخصيات والصراحة مش عارف اقول عليهم ايه بالظبط، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان هي الشخصيات دي مع اني مش عارفهم بس الشخصيات دي باين عليهم ان هم شخصيات ضعيفه قوي، سواء من ناحيه القوه او من ناحيه الفي اف اكس اللي هو اساسا باين من وشهم حرفيا الفيجوال افكت او المؤثرات، او مش عارف الصراحه اذا كانوا عاملين الماسك ده على وشهم على طول، بس الشخصيات باين ان هم كانهم لابسين اقنعه بلاستيك من اللي انت بتجيبها من 2.5. انا مش عارف ايه القرف ده. خلاصه الكلام اللي عايز اقوله ان هي الشخصيات دي باين ان هي فيك مش حقيقيه من ناحيه الوش، طبعا مش بتكلم على الجسم. ويمكن هنا برضو في حسنه او تفصيله كويسه جدا انا لاحظتها، ان هي مونيكا رامبو لما بتيجي عشان تلمس مجال الطاقه اللي موجود قدامها ايديها بيكون حواليها مجال طاقه باللون الازرق او البنفسجي اللي هي نفس الالوان بتاعت كمالا خان. ولكن لما هي بتروح للكوكب التاني ده بنلاقي ان هي ايديها بتتحول للون البرتقاني، وده هو نفس اللون بتاع القوه بتاعت كابتن مارفل واللي هي برضو بتظهر في المشهد اللي بعديه. وبنلاحظ برضو في المكان اللي مونيكا رامبو موجوده فيه بنلاقي انه في بوابه مفتوحه فوق على اليمين، واعتقد زي ما قلت انه المكان ده ممكن تكون كانت موجوده فيه كابتن مارفل ولكن مش ميس مارفل. بنشوف بعد كده اللوجو بتاع مارفل ستوديوز اللي هو بيكون ستوديوز مارفل، وبعد كده بيتبدل لمارفل ستوديوز اللي هو كتلميح كده على القصه بتاعه الفيلم ان هي كل حاجه هتكون متبدله. ولكن برضو ممكن تفهم من خلال الاعلان بتاع مارفل ستوديوز ده ان هو موجود في الفضاء، وان هي المشكله بتاعتهم الثلاثه دي ممكن تتحل وهما الثلاثه موجودين في الفضاء.
اللي هو بطريقه ابسط من كده ان هو بعد الفاينل باتل اللي هي موجوده في اخر الفيلم اللي هي برضه هتكون موجوده في الفضاء، الثلاثه يقدروا ان هم يعيشوا حياتهم تاني عادي من غير اي مشاكل. بعد كده بنلاقي مشهد للمدينه بتاعت نيو جيرسي او المدينه بتاعت كمالا خان، وبعد كده بنشوف نيك فيوري ومعاه فوتون او مونيكا رامبو وهي لابسه جاكيت ابيض عامل زي نفس الجواكت اللي احنا شفناها من شويه اللي هي كانت موجوده مع الطاقم اللي مع نيك فيوري على السفينه. ولما بيروحوا البيت بتاع كمالا خان بنشوف اهلها موجودين، ولكن في اتنين او واحد تقريبا متكتفين ورا بعض. ولاحظ هنا ان ميس مارفل هي لابسه الهدوم بتاعتها اللي هي بتاعت البدله بتاعتها اللي احنا شفناها برضو في اخر حلقه من مسلسل ميس مارفل، ولكن في المشهد اللي بعديه بنشوف ان هي بتبدل هدومها بالهدوم بتاعت البيت بتاعتها، واللي هي بتبقى عباره عن تيشيرت موجود عليه الكوميكس بتاعت كابتن مارفل، في كوميكس باين وفي كوميكس تاني مش باين موجود على الشمال، والكوميك اللي موجود على اليمين برضه هو مش باين فيه غير الرقم بتاعه اللي هو رقم 18، ولكن لما دورت الكوميك ده هو مش موجود اصلا. بنشوف بعد كده كمالا خان ماسكه في ايديها جهاز او شاشه موجود عليه الصوره بتاعتها، واللي هي بالمناسبه هي صوره متاخده من النت، وبنلاحظ برضه ان هو البيت بتاعها متكسر. والصراحه المشكله عندي هنا دلوقتي ان انا مش فاهم المشكله اللي حصلت في البيت دي هي كانت امتى بالظبط. هل في ناس هجمت على البيت بتاع كمالا خان قبل وصول نيك فيوري وفوتون ولا بعد وصول نيك فيوري وفوتون؟ لان المشكله هنا جوه الاعلان اللي انت هتلاقي فيه مشهد لمونيكا رامبو وهي موجوده على الترابيزه بتاعه السفره واللي هي ورا كمالا خان، وطبعا شفنا المشهد بتاع فوتون وهي بتستعرض القوه بتاعتها، ولكن برضه جوه الاعلان انت بتشوف ان الترابيزه دي بتتكسر، وده لما كارول بتخش عليهم، فاللي هو ازاي الترابيزه سليمه وفي نفس الوقت مكسوره، وازاي انه الهجوم كان قبل دخولهم البيت؟ الحوار مش داخل دماغي. واعتقد في الاخر ان المشاهد دي ممكن تكون مشاهد كذب او ممكن يكون ملعوب فيها بالسي جي اي جامد. وبنلاحظ برضو مع وجود نيك فيوري وفوتون بنلاقي القطه اللي هي كانت موجوده في خلال فيلم كابتن مارفل واللي هي المفروض علمت على عينه زي ما احنا ما شفنا، واللي هي باسم جوز او باسم فليركن. بنشوف على كده مشهد لمونيكا رامبو وعينيها بنلاقي ان هي لونها بنفسجي، وده ممكن يكون تلميح على انها بدلت القوه بتاعتها مع كمالا خان. ولو هتسال ليه فهقول لك عشان في خلال مسلسل واندا فيجن المفروض ان هي عينيها كان لونها ازرق او كان لونها اصفر اللي هي اللون بتاع القوه بتاعتها، وزي ما انا لسه قايل لك من شويه ان هي المفروض الالوان بتاعه القوه دي بتختلف على حسب الشخصيه، فممكن تكون في اللحظه دي هي معاها القوه بتاعه كمالا خان ولكن مش القوه بتاعتها. ثم بعد كده بنعرف ان هي بتخلي اي شيء ان هو يعدي من جواها عادي من غير اي مشاكل زي المسلسل بتاع واندا فيجن. وفي خلال المشهد بتاع كمالا خان وهي بتوريهم القوه بتاعتها بالله على اللوح اللي هو كان موجود في ايديها بتظهر الصوره بتاعه الاسوار بتاعها، وبالله موجود على الارض فيه كتاب بس مش عارف الصراحه هو الكتاب ده بتاع ايه، ولكن اللي انا شايفه قدامي ان هو ده شكله تقريبا هلال، والصراحه انا مش عارف الكلام ده هيكون بيدل على ايه بالظبط، بس الكتاب ده ممكن يكون كتاب ديني، ممكن يكون بيتكلم عن رمضان، ممكن يكون بيتكلم على اي مثلا مناسبه دينيه او كده، او ممكن يكون مجرد كتاب عادي. وطبعا اللي خلاني اقول ان هو ده ممكن يكون كتاب ديني او كتاب عن رمضان الاهانه طبعا اللي شركه ديزني كانت قاعده بتعملها في خلال مسلسل ميس مارفل لما هم ما كانوش مهتمين بالدين اصلا. وطبعا انا مش محتاج اقول لك انه في حاله ان ده طلع مصحف او طلع كتاب ديني ان دي هتبقى مصيبه. بنشوف على كده كمالا خان ان هي بتبدل مع كارول، ولاحظ هنا ان هي لما جت عشان تبدل معاها هي كانت لابسه الهدوم بتاعه البيت ولكن مش البدله بتاعتها، وده عشان شركه مارفل هي ضحكت عليك وخلتك ان هو في خلال المشهد الثاني تفتكر ان كمالا خان بدلت مع كابتن مارفل، ولكن المشهد الثاني اللي موجود قدامك ده هو ملوش اي علاقه بالمشهد اللي انت لسه شايفه، ولكن اللي المفروض بعديه هو المشهد بتاع كمالا خان وهي بتقع من السماء. ولو جيت برضه عشان تفكر بعيدا عن الهدوم اللي هي اتغيرت، القطه برضه كانت موجوده مع كمالا خان في خلال المشهد الثاني مع انها كانت مع نيك فيوري من شويه. بنشوف على كده مشهد بتظهر فيه مونيكا رامبو وهي لابسه تيشيرت لون ابيض، والتيشيرت ده هو نفس التيشيرت اللي عليه الكلمه بتاعت نين اللي كانت برضه كابتن مارفل كانت لابساها ساعه الفيلم بتاعها، ونلاحظ برضه ان هي لابسه فوق التيشيرت ده سلسله واللي هي السلسله بتاعت امها. بعد كده بنلاقي انه في مشهد موجود في الفضاء لكمالا خان وهي بتضرب شويه ناس، وبنلاقي على اليمين نيك فيوري، وبتعرف انه هو دوت نيك فيوري من شكل الدقن بتاعته وبرضه من الجاكيت اللي هو لابسه واللي هو ظهر بيه من شويه، وكمان برضه حجم جسمه ورقعه العين برضه اللي هو لابسها. وبنشوف بعد كده كارول وهي موجوده وراها مونيكا رامبو وكمالا خان، وبنشوفهم في خلال المشهد اللي بعديه ان هم قاعدين بيرقصوا، وبعدها بنشوف نيك فيوري وهو موجود في السفينه بتاعته وبيقول للناس اللي موجوده معاه ان هم يرفعوا الدروع. واعتقد ان دي حاجه ليها علاقه بالمشهد اللي بعده اللي هو المشهد برضه بتاع القطط، واللي هي برضه هتكون من نفس الفصيله بتاعه القطه الاولانيه اللي هي باسم جوس. بعد كده بيظهر قدامنا الامير يان اللي هو على حسب ما اتذكر جوه الاخبار هيكون هو قائد كوكب، كل اللي موجود في الكوكب ده هم قاعدين بيغنوا كنوع من التواصل بينهم بدل استخدام اللغه. ثم بعد كده بتظهر الشريره بتاعه الفيلم واللي هي طبعا عشان الفيلم كله فيمينست هي لازم تكون واحده، والمهم بتكون الشريره دي هي الشخصيه بتاعه دار بين، وبنشوفها في ايديها ان هي ماسكه الكوزمي رود واللي هو كان الاداه اللي كانت مع الشخصيه بتاعه رونان في خلال فيلم الجارديانز الجزء الاول. وفي خلال المشهد الثاني بنلاقي ان كمالا خان بتضربها، ولكن بنلاحظ ان الشخصيه بتاعه دار هي معاها اسوار تاني زي الاسوار بتاع كمالا خان تستخدمه ضد كمالا خان برضه بنفس الطريقه اللي هي كمالا خان بتستخدمه، وطالما ظهر الاسوارين دول فده ممكن يكون تاكيد على ان الاسوارات دي هي الاسوارات اللي موجوده في الكوميكس تحت اسم النيجا باندز. ثم بنلاقي ان كمالا خان بتبدل مع مونيكا رامبو، وبنشوف كارول ان هي بتضرب دار بالسلاح بتاعها، وبيظهر بعد كده مشهد على حسب الناس قاعده بتقول ان هو مشهد كيوت
كيوت، والصراحه انا مش شايف اي حاجه فيه. لكمالة خان وهي بتقول لهم ان احنا خلاص هنبقى فريق، وهما بيقولوا لها احنا مش فريق. مش عارف ايه الجامد في المشهد ده، بس الناس بتقول عليه ان هو مشهد حلو. طيب انا دلوقتي حللت كل الاعلان، ودلوقتي انا عايز اقول رايي الشخصي في الموضوع ده كله من غير اي زعل. الاعلان ده كله مع انه اعلان كرنج وزي الزفت، هو بياكد لك ان هو الفيلم هيكون ازفت منه، لان الصراحه مفيش اي جديد جوه الاعلان غير ان انت شفت ان يا كابتن مارفل معاها بدله جديده، ومونيكا رامبو معاها بدله جديده، وكذلك برضو كمالة خان. وانت دلوقتي متوقع زي نفس التوقع بتاعي ان هي كمالة خان في نهايه الفيلم هتاخد الاسوار الثاني مع الاسوار الاول بتاعها، واللي هو التوقع بتاعنا احنا كمشاهدين واللي هيحصل جوه الفيلم، واللي بطريقه ما هيحاولوا ان هم يربطوه بكانج ذا كونكرر والفيلم بتاع كانج داينستي عشان يخلوك تروح تتفرج على الفيلم. ومن ضمن المشاكل اللي هي موجوده جوه الاعلان وهتكون بالتالي موجوده جوه الفيلم المشكله بتاعت الاغاني والتواصل بالاغاني. ولو تفتكروا دي التسريبات اللي كنت بقولها من زمان ان هو الفيلم هيكون فيلم غنائي، فالموضوع ده اتاكد بشكل رسمي خلاص، وعرفنا ان هو هيكون فيلم زي الزفت من ناحيه الغنى. استخدام الشريره اللي هي نفس الشرير اللي ظهر ساعه فيلم الجارديانز الجزء الاول، برضه تكرار ملوش اي 60 لازمه. استخدام القطط الكتير، واستخدام الرياكشنات بتاعت كمالة خان على ان الفيلم فيلم كيوت وعلى ان رياكشناتها حلوه، كل ده برضه زي الزفت، لان حرفيا كل الاعلانات اللي قاعده بتنزل بتتكلم عن النقطتين دول، مع اني اصلا مش داخل الفيلم عشان اتفرج على كمالة خان هي ازاي ان هي بتتفاجئ. وكمان برضه انا مش داخل الفيلم عشان اشوف الرياكشنات الحلوه ولا عشان اشوف الحوار بتاع الفيمينست اللهبل اللي هو موجود جوه الفيلم. انا داخل عشان القصه وعشان اربطها باحداث فيلم كانج داينستي والسيكريت وورز. عندك بعد كده الختمه بتاعت الاسيويين اللي هي الموضوع بتاع الاجنده اللي اتكلمت عليه قبل كده، ان هي شركه مارفل بتحاول ان هي تعمل اي حاجه عشان تعجب الصين. ضيف على كل النقط اللي قلتها دلوقتي دي النقطه برضه بتاعت الحرق الغبيه اللي حصلت جوه الاعلان، واللي هي عرفتك انه كده نيك فيوري هينزل الارض عشان الاحداث بتاعت السيكريت انفيجن، وفي نهايه المسلسل هيطلع فوق في الفضاء تاني، فحرقوا عليك المتخلفين المسلسل اللي هو هينزل كمان شهر. وطبعا في النهايه مش محتاج اقول لك موضوع الفيمينست، واللي هو اقسم بالله زاد عن حده اليومين اللي فاتوا. وفي حاله ان انت مش عارف الخبر ده، فالاعلان ده اتاكد 100% ان هو من اسوأ الاعلانات اللي شركه مارفل نزلتها، ولحد النهارده ولحد اللحظه اللي بسجل فيها الفيديو دلوقتي دي الاعلان ده قاعد بياخد كميه هجوم كبيره جدا. وعلى الجانب التاني بتلاقي شويه نسوان طلعت عشان ترد الفتره اللي فاتت وملهمش اي علاقه اصلا بالام سي يو، طالعين يقولوا عشان الفيلم ده موجود فيه نسوان بطلات خارقات فعشان كده هو قاعد بيتهاجم، بيحاولوا يبرروا فشل الفيلم باي طريقه تكن. ونهايه الكلام ده كله ان هو الفيلم ده هيكون فيلم فاشل. هم بنفسهم اكدوا النقطه دي لما هم طلعوا عشان يدافعوا عنه من قبل ما احنا اساسا ما نقول راينا فيه. والموضوع دلوقتي في ايد كيفن فاجي ان هو يحل المشكله دي قبل ميعاد نزول الفيلم، ويجبرهم على انهم ينزلوا يصوروا مشاهد تاني ويعدلوا الفيلم كله. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو، وانزل برضو تاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الاشعارات على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. وعرفني تحت رايك في التعليقات او اكتب احسن تعليق عندك، واشوفكم الفيديو الجاي وبيس اوت. Women.